بصوا بقى، الناس اللي بتتلخبط في احتساب التسلل لغايه دلوقتي ومش فاهمه ليه هدف ايران اتلغى، الفيديو ده ليكم. ده فيديو انا كنت عاملاه من 8 سنين في برنامج سنه اولى كوره. البرنامج ده انا كنت عاملاه عشان اعلم البنات كل مفاهيم الكوره. في الفيديو ده 15 دقيقه في شرح كافي وافي عن كل حالات التسلل. بس انا في الفيديو بقى بتاع النهارده مش هشرح نفس الشرح، لا انا هشرح بطريقه بلدي شويه علشان نوصل المعلومه بطريقه اسهل. دلوقتي انت لو لعيب وعايز تجيب جول والجول ده يبقى صحيح، ايه اللي المفروض يحصل؟ ان في اللحظة اللي بتتمرر الكورة علشان توصل لك عشان تجيبها جول، لازم اتنين من لعيب الفريق الخصم يكونوا مغطينك. يعني ايه مغطينك؟ يعني اقرب لخط المرمى منك. في الحالات الطبيعية مين اقرب لاعب لخط المرمى؟ هو حارس المرمى، فبنتعامل معاه على انه اول لاعب. يبقى ندور على تاني لاعب. تاني لاعب ده لازم يكون مغطيك ان شاء الله بخطوة، بكتف، باي حاجة، المهم يكون سبقك. لو هو سبقك باي خطوة اذا الهدف بتاعك صحيح، لو انت سابه باي خطوة اذا الهدف بتاعك تسلل. طيب في حالة ايران ايه اللي كان حاصل؟ حارس المرمى كان متقدم، فهنتعامل دلوقتي على حارس المرمى على انه لاعب عادي، فهندور على 2 لعيبه من مصر يكونوا مغطيين مهاجم ايران. في الحاله بتاعتنا ياسر ابراهيم كان واقف، فقدر نعتبره اول لاعب مغطي. نيجي ندور على اللعيب التاني اللي مغطي، مين؟ حمزه عبد الكريم، ما كانش مغطي، كان لاعب ايران سابقه، اذا الهدف تسلل. فالموضوع بسيط اهو. الموضوع مش مقتصر على مراكز، ولا القانون محدد مراكز، لا محدد حارس مرمى ولا محدد مدافع معين ولا محدد اي حاجه. هو محدد 2 لعيبه بس. احنا زي ما بنقول كده ان حارس المرمى في مكانه الطبيعي بيبقى واقف على طول هنا، فبنتعامل معاه على انه اول لاعب، فبندور على اللعيب التاني اللي هو تاني اخر مدافع. ففي الحاله بتاعتنا كان تاني اخر مدافع هو حمزه عبد الكريم، وكان لاعب ايران سابقه، اذا الهدف تسلل.